السلام عليكم، عاملين ايه احبابي؟ النهارده بعمل لكم بقى عصير جوافه. بصي بقى، 4 جوافات اهم، يجوا كيلو الا شويه. هعمل لك منهم شفشق عصير محترم في حياتك ما شربتيه في احسن كافيه. اتحدى اي بني ادم يقول بعد ما يعمله ده اعمليه ودوقيه، وتحدي العالم كله ان مفيش اي كافيه بيحط العصير ده. و... ويلا بينا نبدأ. انا كده 4 جوافات كانوا عندي. نضفت شلت اللي فيهم، وهقطعهم ببذرهم بكله زي ما انتي شايفة. وانتي كده شطورة. و... واعملي بقى لعيالك كده وفرحيهم، ووفري لجوزك، ما تقعديش تقولوا له عصير وبيبس وانت طالع وانت نازل. يعني ايه؟ انا خايفة حد من اللي انا اعرفه يفكر الكلام عليه، والله انا ما اقصدش. انا ماليش دعوه، كل واحد حر في حياته، بس انا يعني اللي عايزه ونفسها تبقى في كتف جوزها او بتحبه، او خايفه على مالها ومال عيالها، هتعملي كل حاجه حلوه وباقل اسعار. يعني انا جبت الجوافه، هي كانت عندي قطعتها، والله كان ابني جايبها لي عشان ما بقاش كدابه يعني عليكم. كانت عندي، ابني كان جايبها لي كويس، وكان عندي نص كيلو لبن. و... و... وبرضه احنا مع بعضينا كده هنكمل. كريمة الخفق والدريم برضه كانت عندي. ورحت ايه يلا، وكوباية سكر وعصير وليمون، طلعته من الفريزر من عندي وليمونة، وعملت احلى عصير. انا كده سبقت الاحاديث، ماشي، حكيت لكم باختصار، بس انتي خشي بقى واتفرجي عليه من اوله لاخره، وان شاء الله ان شاء الله لو عملتيه جوزك هيمسك ايدك كده يبوسها. بس لو بس ايدك تحطي لي كومنت حلو، وتحطي لي لايك الحلو، وتعتني بنجوى حبيبتك الغلبانه المسكينه دي، اللي واقفه يوم بحاله في المطبخ عشان اعمل لكم احلى حاجه واوفر حاجه. و... وصدقوني انتوا غاليين عليا، عشان كده انا حباكم وحابه ان انا اقدم المحتوى ده. انا كاتبالكوا اهو كل الحاجه اللي انت هتجيبيها او هتحضريها. دريم بنكهه الفانيليا، وكيلو جوافه، وعصير ليمونه. بصي، نص كيلو لبن وعصير ليمونة. عايزة اقولك صدقيني، لو جوزك ما مسكش ايدك كده بعد ما شرب العصير وباسها، قوليلي يا نجوى انتي بتتكلمي اي كلام وما بتفهميش في اي حاجة في المطبخ. انا واثقة من نفسي انا بعمل ايه. واعملي وابهري ضيوفك، ابهري جوزك وولادك، وبأقل اسعار. ولا وانت طالع هات بيبس، ولا وانت نازل هات عصير، ولا هات للعيال. اعملي وغذي عيالك حاجة في بيتك نظيفة متكلفة، مش للدرجة، وفي الوقت نفسه حاجة نظيفة وطعمها تحفة تحفة تحفة. ويلا صلي على النبي بقى في كومنت حلو كده. وانا عملت في المصفى دي لاني البذر فيها، فالمصفى التانية صغيرة دي اللي قدامك ما مش منزلة معايا، فقلت ايه، حمارتك العرجة ولا اسأل القلاقين. رحت مشغلة بالمصفى الكبيرة دي واديله اتشي. نجوى بقى شطورة وجدوعة. وعايزة اقولك يا سلام يا بنتي على طعمها، يا خراشي يا خراشي يا خراشي. بصي اعملي واشربي ووريهم واسقيهم يا بنتي معاكي من العصير الجميل ده، حرام عليكي.
زي بعضه. ازقي حماتك معاك عشان دي غلبانة، عشان دي امه جابتلك واحد حلو جميل يحبك، شربيها كوباية زي بعضه، كوباية على نفسها غلبانة. عايزة اقولك الشكل والريحة، على فكرة الريحة والطعم، يعني عايزة اقولك انا شربت كوبايتين ورا بعض، ولو سبتيني على كل الشفشق كنت خلصته. وطبعا انا مريضة، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض، والحاجة السكر ده كتير عليا مش حلو. وانا ظبطت نفسي وظبطت سكري النهاردة بالعصير العسل ده.